دلوقتي هنبدأ lesson 2 بعنوان The Periodic Table of Elements. هيديك جدول كده ورتب فيه العناصر. هيحكي لك بقى قصة العناصر دي اترتبت ازاي ومين العلماء اللي بدأوا يشتغلوا عليه. أول عالم خالص هو مين؟ مندليف. مندليف عمل ايه يا سلمى؟ عمل ايه؟ الراجل ده كان بيحب كده الكروت، جاب كوتشينو، كروت كوتشينو، وقعد يكتب العناصر ويكتب الأرقام بتاعتها. كتبوا ايه أو رتب العناصر ازاي؟ رتبها على حسب الاتوميك ماس. على حسب ايه؟ الاتوميك ماس. يبقى جه كتب العناصر كده وقام مرتبها على ايه؟ على حسب الاتوميك ماس، وبدا يحطهم جنب بعض كده، وضربت معاه كده بالحظ، حطهم على شكل صفوف وعواميد، رو وبيريد. خلاص، وبعد كده قام قايل الجدول ده بتاعي يا جماعه اسمه مندليف بريودك تيبل. حلو كده. يبقى عمو مندليف ده عمل ايه؟ مندليف ده عمل ايه؟ ده ما عملش اي حاجه غير ان هو بالليفه بتاعته، مندليف بالليفه بتاعته عمل ايه؟ عمل كروت. عمل كروت. ليه هو اسمه مندليفه؟ ماشي. يبقى ما عمل ايه؟ عمل كروت. الكروت دي قسم العناصر فيها على حسب ايه؟ الاتوميك ماس. الاتوميك ماس على حسب الاتوميك ماس. حلو كده. ماشي. وقال لك بص 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 بص، قال لك ده انا اكتشفت ان العناصر اللي محطوطه او اللي بتتكرر تحت بعضها دي عندها نفس الايه؟ نفس البروبرتيز، نفس الخصائص. حلو كده. حلو كده. يبقى بيقول لك العناصر اللي هو حطها في كل بيريود دي، اول كل بيريود العناصر اللي فيها ايه؟ بيبقى ليها نفس البروبرتيز، نفس الايه؟ الخصائص، نفس الخصائص. ده مين ده؟ مندليف. خلاص. يبقى هو عمل ايه مندليف ده؟ رتب العناصر على حسب الاتوميك ماس. خلاص. وعمل ايه؟ الفيرست ريل بريودك تيبل. عمل اول بريودك تيبل. اسمه ايه؟ مندليف. اسمه ايه؟ مندليف. عمل ايه؟ قسم العناصر على حسب ايه؟ الاتوميك ماسز. واكتشف ان البروبرتيز اوف element repeated at ايه؟ at each period. في كل بيريود كده، في كل خط نايم كده زي مروان كده نايم وعينيه احمرت، وسلمى بتسحب بتشخر دلوقتي. خلاص. يبقى اكتشف ايه لما رتبهم؟ قال ان البروبرتيز بتاعت العناصر بتتكرر repeat periodically. خلاص، بيتكرر كل ايه؟ كل بيريود. طيب خلصنا خلاص اول واحد. الناس قالوا له لا لا لا، انت بتستهبل، ده انت العناصر بتاعتك مش مترتبه عدل، يعني مفيش ريجولار باترن، مش مترتبه عدل. لا لا. فقام جه واحد كده، راجل وقور كده اسمه رازرفورد. رازرفورد ده كان قاعد مع موزلي على القهوه. قال له ايه؟ بقول لك ايه يا موزلي، ايه رايك كده ان انا اكتشفت ان في حاجه اسمها بروتونات بتبقى موجوده جوه النيوكليوس. اكتشف ايه؟ بروتونات جوه النيوكليوس. بروتونات جوه النيوكليوس. قام موزلي ده خد الفكره منه وقام راح عمل جدول، بس رتب المره دي العناصر حسب ايه؟ الاتوميك نمبر. رتب العناصر حسب ايه؟ الاتوميك نمبر. يبقى رتب العناصر على حسب ايه؟ الاتوميك نمبر. الاولاني اللي كان اسمه مندليف ده كان بيقسمها على حسب ايه؟ اتوميك ماسز. يبقى الراجل الاولاني بتاع الكروت ده كان بيشوفه على حسب الماسز، اتوميك ماسز. ماشي. لكن ده رازرفورد اكتشف ان في بوزيتيف بروتون، وقام ده راح جرى وقام مقسم العناصر حسب مين؟ الاتوميك نمبر. خلاص. حاضر. اشرب تاني. يبقى موزلي اكتشف العناصر او رتب العناصر على حسب ايه يا سلمى؟ الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر. مين يا سلمى اللي قسمها حسب الماس؟ مندليف. مين؟ مندليف. يبقى مندليف قسمها على حسب ايه؟ الاتوميك ماس. لكن رازرفورد قسمها على حسب مين؟ او موزلي قسمها على حسب ايه؟ ها؟ الاتوميك ايه؟ الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر. وكمان موزلي ده اكتشف ايه او قال ايه؟ قال لا، ده انا كمان هحط العناصر اللي اكتشفوها. مش الراجل اللي فوق ده اكتشف عناصر، كان ساعتها بيكتشف عناصر صح؟ حط كل العناصر هو يعرفها. فرازرفورد ده بقى هنا قال ايه؟ او موزلي ده قال ايه هنا؟ قال انا هحط بقيه العناصر اللي هم اكتشفوها. وقام مسمي يا سلمى الانرت جازز، الغازات الخامله دي، سماها زيرو جروب. سماها ايه؟ زيرو جروب. يبقى عمو موزلي ده عمل حاجتين. عمل ايه يا سلمى؟ اول حاجه حط جروب اسمه ايه؟ زيرو جروب. مين الزيرو جروب ده يا مروان؟ بتاع النوبل جاز، اللي هو بينتهي بالثمانية، ما عدا الهيليوم بس هو اللي بينتهي بالتو. هو ده برضو انرت جاز بس بينتهي بتو. خلاص. خلاص.
طيب وعمل ايه كمان؟ وضاف النيو element، وضاف النيو elements على الجدول الدوري بتاعه. خلاص حلو قوي. وبعد كده بقى اكتشفوا الجدول اللي احنا بندرسه النهارده. اسمه ايه الجدول اللي احنا بناخده بقى؟ واخر شكل بقى للجدول اللي نزل modern periodic table. modern periodic table. modern periodic table. نعم. طب بعد لو حد جدول صغير ما ينفعش. لو في عناصر بيكتشفوها بيضيفوها للجدول. خلاص طيب. العنصر الجدول ده بقى متقسم على حسب ايه؟ atomic number. ميس انت مش قلتي لي ان اللي فوق ده متقسم على حسب الاتوميك نمبر، الجدول اللي موزلي عمله؟ امال ايه الفرق بينه وبين المودرن يا ميس؟ قال لك هنا كانوا اكتشفوا ان الليفل الواحد فيه اوض من جوه، يعني الشقه الواحده مليانه اوض من جوه، يعني الكي والال والام ده جواها كمان اوض، جواها سب ليفلز. فالجدول اللي اتحط ده على حسب توزيعه الالكترونات في السب ليفلز. تاني اول جدول كان اسمه ايه يا سلمى؟ اول جدول خالص كان بتاع مين؟ اسمه ايه ده الراجل ده؟ مندليف. اسمه ايه؟ مندليف. قسم العناصر على حسب ايه؟ الاتوميك ماسز. وبعد كده يا ملك الجدول اللي بعديه اسمه بتاع مين؟ مين اللي عمله؟ موزلي عمله، قسمه على حسب الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر. والراجل ده كان نصاب، عمل ايه؟ ما ضافش حاجه، ده قسمهم بس على حسب الاتوميك نمبر، وقام حاطط ايه؟ العناصر الزياده اللي اكتشفوهم، وقام مسمي جروب زيرو. خلاص النوبل جايزه سماها زيرو. خلاص. وبعد كده اكتشفنا المودرن بريودك تيبل. المودرن بريودك تيبل بيقسم على العناصر حسب الاتوميك نمبر برضو زي موزلي بالظبط. امال ايه الفرق بينهم يا ميس؟ ان هو هنا بيقسموا على حسب ايه؟ الطريقه اللي بنملى بيها المستويات. بنملى الالكترونز ازاي في المستويات؟ بنملى الالكترونز في السب ليفلز. في السب ليفلز هم اكتشفوا ان الكي ال ام ان او ده بيتقسموا من جوه الاوض. خلاص اسمها سب ليفلز. خلاص حلو كده. طيب بص بقى كده الجدول فيه حته هنا شكلها حلو قوي، عايزه اوريها لكم. هو ده الجدول بتاعنا ماشي باسامي العناصر. بصوا بقى شايفين كده؟ هي دي المنظر بتاع تقسيمه العناصر. قسم العناصر ورتبها وسمى كل حته كده في الجدول باسم. تعالوا نشوف هيسميها ايه. اول حاجه خالص بيقول لك خلينا نتفق. لا الاول هنا مجمع لك الصفحه بتاعت الاكتشافات بتاعت العلماء. خلاص. هنا اول واحد مين اللي عمله؟ مندليف. ده عمل ايه؟ وبعد كده مين؟ البريودك تيبل. موزلي بريودك تيبل. وبعد كده المودرن بريودك تيبل. المندليف ده كان بيقسم على حسب مين؟ الماس نمبر او الاتوميك ماس. خلاص. وبعدين موزلي ده قسمه على حسب مين؟ الاتوميك نمبر. المودرن بريودك تيبل على حسب برضو الاتوميك نمبر، بس الواي اوف فيلينج انرجي ليفل او انرجي سب ليفل ويز الكترونز. فهمتوا كده الترتيبه ولا لسه؟ ها؟ طيب بعد كده بدأ يسمي بقى العمود اللي نايم ده اسمه ايه؟ بيريود. واللي واقف ده اسمه ايه؟ جروب. تاني اللي نايم اسمه ايه؟ بيريود. واللي واقف اسمه ايه؟ جروب. وبيقول لك ان العناصر بتتقسم سوليد وليكويد وجاز. سوليد وليكويد وجاز. يبقى العناصر اللي بتتقسم جوه الجدول سوليد وليكويد وجاز. لازم احفظ مين هو السوليد ميتال. قلت لكم عليه المره اللي فاتت. مين الليكويد ميتال الاول؟ مين الليكويد ميتال؟ ميركوري. الرمز بتاعه اتش جي. مين الليكويد نون ميتال؟ بروماين. يبقى تاني مين هو الليكويد ميتال؟ ميركوري. مين هو الليكويد نون ميتال؟ البروماين. لازم احفظهم الاثنين دول، لازم احفظهم. دول الليكويدز ماشي. طيب الجازس يا ميس دول هما مين؟ بيقول لك هما الانرت جاز. مين الانرت جاز او مين النوبل جاز؟ اللي هي الغازات الخامله اللي بتنتهي بايه في اخر مستوى طاقه؟ اخر مستوى مليان بكام؟ ب8. ما عدا مين؟ الهيليوم. اخر مستوى اللي هو الكي منتهي بايه؟ ب2. برافو عليك. طب مين هي النوبل جازز او الانرت جازز يا سلمى؟ اسمها ايه؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. تاني لازم تحفظيهم. مين هما الانرت جاز؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. دول النوبل جازز صح؟ بصي يا سلمى، بصي في غازات كمان موجوده في الجدول الدوري. مين الغازات الموجوده في الجدول الدوري؟ بيقول لك جمعوها في كلمه. ايه الكلمه؟ هناكل فول. ها اللي هو الهيدروجين. ن اللي هو النيتروجين.
فول ف هناكل كل اللي هو السي ال الكلور، والفول ف هما مش بالترتيب كده. بصي اهو، اول حاجه هناكل فول اهي اتش، اكتبها لك هناكل فول. يلا الاتش دي مين؟ الهيدروجين، والان نيتروجين، والسي ال كلورين، والاف فلورين او فلوراين، والاو الاكسجين. دول مين يا ميس؟ دول جازز موجودين في الجدول الدوري. يبقى الغازات اللي موجوده في الجدول الدوري دي النوبل جازز، احنا حفظناهم، اللي هي الغازات الخامله، اللي هي الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون والزينون والرادون. لكن في غازات نون ميتال جازز. مين النون ميتال جازز؟ هناكل فول. مين النون ميتال جازز يا سلمى؟ الاتش هيدروجين، والان نيتروجين، والسي ال كلورين، والاف فلورين، والاو اكسجين. حلو كده؟ خلاص. مين هو الليكويد ميتال؟ فكرني كده. ميركوري. مين هو الليكويد نون ميتال؟ بروماين. مين هو الانرت جازز؟ هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. مين هما الجازز النون ميتال جازز؟ اللي هو هناكل فول. خلاص. اي حاجه بقى تانية غير اللي انتوا حفظتهم دول تبقى سوليد. يبقى السوليدز اللي هما مين؟ اي حاجه، اي يسالك على اي حاجه تانية بقى قول عليها سوليد، زي الليثيوم والصوديوم بوتاسيوم كبرن ايرون. خلاص كده؟ في مشكله في الجزء ده؟ طيب زي الباشا كده. يلا هو ده بقى البريودك تيبل. خلاص. طيب قسمناها ازاي البريودك تيبل ده؟ اخدنا اول جزئين دول، هناخد الكلام ده في الليسن اللي جاي لسه، بس ده سميناه ايه؟ اس، والناحيه التانية بي، ودول مين؟ سمينا اللي في النص ده ايه؟ دي، واللي تحت خالص سميناهم ايه؟ اف. بس تعالى نشوف ده الاول. بيقسم لك العناصر بطريقه تانية، بيقسمها لك ميتال ونون ميتال وميتالويد ونوبل جازز. لما توزع العنصر تلاقي في التوزيعه بتاعته اخر انرجي ليفل، اوت موست انرجي ليفل يا ملك، في الكترون او 2 او 3، في عدد الكترونات اقل من 4، يبقى ده ايه يا ملك؟ ميتال. يبقى ده ايه؟ ميتال. لو انت بتوزع العنصر يا مروان لقيت اخر مستوى في 5 او 6 او 7، يبقى ده ايه؟ نون ميتال. يبقى اللي عنده اكتر من 4 يبقى اسمه ايه؟ نون ميتال. النوبل جازز اخر مستوى بيبقى فيه كام؟ 8، ما عدا مين؟ الهيليوم. فيه كام يا مس؟ 2. اخر مستوى عنده فيه 2. النوبل جازز ده بيبقى اخر انرجي ليفل مليان بالالكترونات، complete outmost energy level with electrons. يبقى مليان بايه؟ مليان بالالكترونز. الفور بقى دول اسمهم ميتالويدز. اسمها ايه؟ سيمي ميتال او اسمها ميتالويد. اسمها ايه؟ ميتالويد. الميتالويد دي مش بتبقى عندها لا خصائص الميتالز ولا خصائص النون ميتالز، لا ده بتبقى حاجه في النص كده، يعني واخده حبه من خصائص الميتال وواخده حبه من البروبرتيز بتاعت النون ميتال. هناخد الكلام ده كله بالتفصيل لسه اللي جاي. طيب احفظ ايه مس في الميتالويد دول؟ عايزاك تحفظ 3 اسامي، البورون 5 والسيليكون والجيرمانيوم. خلاص. يبقى هحفظ 3 اسامي من الميتالويدز دول، اسمهم ايه؟ البورون 5 والسيليكون اس اي والجيرمانيوم اللي هو الجي اي. خلاص. دول ال3 عناصر اللي لازم تحفظ ان هم ميتالويدز، لا هم ميتال ولا هم نون ميتال. خلاص. طيب بيبقوا موجودين فين العناصر دي؟ اهي، يعني بص كده في الجدول اهو، كده نطلع فوق شويه اهو، ادي البورون وادي السيليكون وادي الجيرمانيوم. طيب نكمل. قلنا الحته اللي على الشمال اسمها ايه يا ملك؟ اس بلوك، واللي على اليمين بي بلوك، واللي في النص دول دي، واللي تحت خالص اف. خلاص. ال1 اس ده سميناه ايه؟ اول جروب فيه ايه؟ سميناه ايه؟ 1A. وتاني جروب فيه سميناه ايه؟ 2A. خلاص. وبعد كده من هنا سمينا ايه؟ 3A 4A 5A 6A 7A. ينفع هنا 8A؟ لا 0. طيب ال1A اخر مستوى بيبقى فيه كام الكترون؟ 1. ال2A اخر مستوى لما بوزعه بيبقى فيه كام الكترون؟ 2. وال3A اخر مستوى بيبقى فيه كام؟ 3. طيب يبقى جروب 1A اخر مستوى دايما يبقى فيه ايه؟ 1 الكترون. جروب 2A اخر مستوى بيبقى فيه كام الكترون؟ 2 الكترونز. في مشكله كده؟ طيب رحنا الناحيه الثانيه بقى اللي هو البي بلوك.
البي بلوك سميناه ايه؟ من اول 3A 3A 4A 5A 6A 7A. وليه يا سلمى 7A ده يبقى اخر الكترون، اخر مستوى فيه كام الكترون؟ 7A. اخر مستوى فيه كام الكترون؟ 7. شاطره. طب الجروب 0 اخر مستوى يبقى فيه كام الكترون؟ 0؟ لا طبعا. احنا قلنا الجروب 0 ده اللي هو مين؟ اللي هو اللي هو 8A المفروض سميناه 0. يبقى بيتملى بكام الكترون؟ هما الانرت جازز بيتملوا بكام الكترون؟ 8 ما عدا واحد بس اللي هو مين؟ الهيليوم. يبقى الصف الاخير ده اللي هو الجروب 0 ده كله بيتملى ب 8 الكترونز. اخر مستوى عنده مليان 8 الكترونز ما عدا بس الهيليوم عنده مستوى واحد مليان بس ب 2 الكترون. بس برضه كان برضه هو انرت جاز، برضه هو انرت جاز. حلو قوي. ماشي. في مشكله لغايه دلوقتي؟ في مشكله لغايه دلوقتي؟ اخر حاجه خالص بقى هيكلمك عن الدي بلوك. الدي بلوك ده لا دي الحاجه اللي قبل الاخيره. الدي بلوك هم دول. الدي بلوك دول موجودين فين يا ميس؟ في النص. في النص بين مين ومين؟ بيفصلوا الاس والبي. يبقى الدي بيقولك الدي بلوك ده موجود فين؟ الدي بلوك هي موجود فين؟ الدي بلوك في الميدل اوف بريودك تيبل. بيفصل مين ومين يا سلمى؟ بيفصل الاس بلوك وبيفصل البي بلوك. في كام مجموعه الناس اللي في النص دول؟ 10. في كام جروب؟ 10. دول اسمهم ترانزيشن ميتالز. ترانزيشن ميتالز. اللي تحت خالص اللي هم الاف دول. الاف دول موجودين فين؟ بيلو تحت خالص. كام بريود يا سلمى؟ كام بريود دول؟ 2 بريود. في لخبطه كده؟ في لخبطه كده؟ حد متلخبط في حاجه؟ ها؟ طيب بص كده في الحته دي في الجدول التقسيمه دي اهي. هي دي اللي كان مقسمها لك ميتال ونون ميتال وميتالويد وانرت جاز. الانرت جاز احنا متفقين اللي هم اللي في اخر حاجه خالص على اليمين يا مروان. دول اسمهم ايه؟ انرت جاز. انرت جاز او نوبل جازز. ماشي. والناحيه التانيه دول كلهم اللي على الشمال دول كلهم ميتالز ما عدا اول واحد بس ده. ايوه خلاص. الميتالويد اللي هم في النص دول اللي هم لا هم ميتال ولا هم نون ميتال كام واحد كده محطوطين اللي لونهم بالاسود دول. والحته اللي على اليمين دول اللي هو الجروب الجروب اللي على اليمين ده دول بيبقوا نون ميتالز. خلاص كده؟ في حد متلخبط في حاجه؟ ها يا شباب؟ حد متلخبط في حاجه؟ لا لما جيت اوزع العنصر مثلا الليثيوم 2 1 الصوديوم 2 8 1 الكريبتون 2 8 8 1 دول نفس الجروب يعني موجودين في الجدول تحت بعضهم صح؟ اكتشفنا ايه اللي في نفس الجروب؟ ايه اللي بيحصل؟ اخر مستوى بيبقى فيه نفس الجروب نفس عدد الالكترونات. يبقى جروب 1A كل المستوى الاخير في كل واحد فيهم فيه كام الكترون؟ 1. طيب لو جينا بصينا هنا في البيريود ايه اللي ايه المشترك في العناصر اللي موجودين جنب بعض مش تحت بعض؟ العناصر اللي جنب بعض دول ايه المشترك فيهم؟ ده في كام مستوى؟ 3. ده في كام مستوى؟ 3. ده في كام مستوى؟ 3. يبقى اللي قاعدين جنب بعض كلهم عندهم نفس عدد المستويات. يعني الدور الاول في الجدول الدوري عندهم مستوى واحد، الدور الثاني في الجدول الدوري عندهم مستويين، الدور الثالث في الجدول الدوري كلهم عندهم 3 مستويات. فهمتوا؟ طيب ايه ده هنا؟ وايه اللي بيفرق بقى الجروب الواحد؟ الجروب الواحد كل واحد بينتهي بايه؟ يعني مثلا جروب 1A كلهم بينتهوا بكام الكترون؟ 1. يعني يا ميس عدد الالكترونات اللي في اخر مستوى بتعرفني انا قاعد في انهي جروب، وعدد الانرجي ليفل بتعرفني انا في انهي بيريود. تاني، عدد الالكترونات اللي في اخر مستوى بتعرفني انا في انهي جروب. طب انا قاعد في الدور الكام؟ الدور الاول ولا الدور التاني ولا الدور التالت؟ بعرفه منين؟ من عدد ايه؟ عدد البريودز. طيب تعالوا نخش على الاسئله هنا في الجزء ده وانتوا تفهموا. يعني مثلا هنا الهيدروجين بيتوزع ازاي؟ 1. يبقى هو في انهي جروب؟ عنده كام مستوى الاول؟ 1. يبقى هو في بيريود كام؟ بيريود 1 في جروب ايه؟ 1A. طب تعالى نوزع الليثيوم هيتوزع ازاي؟ 2 1. يبقى هو في بيريود رقم كام؟ عد المستويات. بيريود رقم 2. طب في جروب رقم كام؟ 1A. طيب بص ده كده متوزع 2 8 8 يبقى جروب كام؟ ينفع اقول عليه 8A؟ لا يا ميس اسمه جروب ايه؟ 0. طب انهي بيريود؟ عد المستويات 1 2 3 يبقى بيريود كام؟ بيريود 3. طيب الكلورين عد 2 8 7 يبقى هو في جروب كام؟ 7A. طب هو في بيريود رقم كام؟ عد يلا 1 2 3 بيريود 3. في مشكله كده؟ في حاجه ملخبطه؟
طب تعالى نحل واحده كمان كده، مثلا الصوديوم 11 وزع يلا. 2 8 1 يبقى هو في جروب كام؟ 1A. جبتها منين يا مس 1A؟ ده. طيب هو في بيريود رقم كام؟ هعد عدد المستويات، عندي كام مستوى؟ 3، يبقى هو في بيريود كام؟ 3. اوزع مثلا ده الارجون 18، اوزع الارجون 18 2 8 8. اكتب يلا جروب كام؟ 8. ايه اديك بالجزمه، لازم تكتبها اسمها ايه؟ هو سماها ايه؟ 0. جروب 0. طب فيها كام بيريود؟ هعد كام مستوى يبقى كام البيريودز؟ 3 بيريودز. في مشكله؟ لا. حد عنده مشكله هنا هتعرفوا تحلوا؟ طيب يبقى عدد الانرجي ليفل بتعرفني انا في انهي بيريود، عدد الالكترونات اللي في اخر مستوى بتعرفني انا في انهي جروب. خلاص يا جماعه، في مشكله كده؟